اسمع الفيديو ده كده هتنبسط. خالد كان ليك تعليق؟ طبعا، يعني كابتن ايهاب بيقول بس اللي بيمشي من الاهلي بمشكله او برفض تجديد او حاجه كده صعب انه يرجع النادي الاهلي تاني. انا برضو مختلف معاه في النقطه دي تماما، يعني هذكر شويه حالات كده، ويعني هاخد دقيقتين ثلاثه، اتمنى بس ايهاب ما يقطعنيش لغايه ما اخلص خالص وبعد كده مش قاطع خالص ماشي. خالص. هو شكله عايز يركب ترند فانا يا ركبه عم ترند. والله ما بس انت خالص. خالص لا، مش موضوع أنا احنا بنتكلم في الحق وبالارقام. يعني عندك كابتن زكريا ناصف رحل عن النادي الاهلي سنه 87، انتقل لنادي الزمالك الغريم التقليدي ولعب في الزمالك ورجع النادي الاهلي واصبح عضو بلجنه التخطيط بالنادي الاهلي. رقم 2 ايمن شوقي. مشكله لا ما قلت مش حد يا جماعه، مش هنالف، احنا ما بنالف. خليه يخلص. ده تاليف. طب خليه يخلص. هو مشي بمشكله. هجيب لك خليه مشاكل. ما يخلص. تجيب لي مشي سنه 87 خليه عمل يخلص. ازمه. أبو ما يخلص غلط. خليه يخلص وانت جاوب. رفض تجديد ما جددش وراح للنادي مين الأهلي. قال يا حبيبي خليه ما رفضش يخلص. تجديد. خلينا اكمل في حاجه ورد الاهلي براحة. يستغنى عنه حاجه مش هنزور التاريخ يا جماعه. خلينا اكمل ورد كابتن براحة. زكريا طيب. ناصف سنه 87 رفض التجديد ولا الاهلي قال له شكرا فراح الزمالك؟ طب خلينا مش اكمل. الاهلي قال له شكرا. بس خلاص رد عليه بقى. يلا اما يخلص ارد عليه. هترد ده اول واحد اهو. لا لا تعالى ما تردش على واحد واحد. تعالى عشان اركبك لا الترند. خلينا اخلص. لا، خليه يخلص. وبعدين رد. خليه يخلص. اتفضل يا باشا. ايمن شوقي سنه 95 ساب النادي الاهلي وراح نادي الزمالك المنافس التقليدي. نفس القصه. يا بكمل يا جماعه ماشي، ما احنا يا جماعه ما ينفعش. معلش سيبنا كمل ورد. هسيبك تتكلم بس اقول لك حاجه. ما ينفعش تحط عنوان اللي الناس رفضت الاهلي وراحت حته ثانيه وتيجي تقول لي اسماء ما رفضتش الاهلي اللي هو رفض يجدد لها. ساب الاهلي. خليه يكمل. رحل عن الاهلي. الاهلي اللي قال له شكرا. تمام. ايوه ما ماشي. خلاص واضحه يا ايهاب. سيبه يعني يكمل. دول مش رمضان صبحي. سيبه يكمل. هجيب لك اكتر من رمضان صبحي. طب يلا. برضه يبقى ايمن شوقي راح الزمالك ورجع تاني. حسام غالي رفض تجديده مع النادي الاهلي مرتين، 2013 بسبب ضعف المقابل المادي راح ليفس البلجيكي. ما حصلش. والله العظيم ثلاثه حصل. ما حصلش. ماشي. وبعد كده راح النصر السعودي مره ثانيه، والمرتين رجع لعب في الاهلي ثاني ووصل انه اصبح عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. خد عندك بقى رقم 4 كابتن حسام البدري في مايو 2013، توقيت صعب جدا قبل نهايه الموسم والفريق بينافس على بطوله الدوري وبطوله افريقيا. ساب النادي الاهلي في نص الموسم وراح يدرب فريق اهلي طرابلس الليبي في اغسطس 2016 وراح لتدريب اهلي طرابلس الليبي. دفع الشرط الجزائي. مش فارقه بقى دفع ولا ما دفعش. ما بسالك هو ماشي في وقت حرج والاهلي محتاجه، ده المدير الفني. هو اللي مشي؟ ما اعرفش. هو اللي مشي ولا الأهلي لا مشي؟ هو اللي مشي. هو اللي مشي. ماشي. وراح عشان جاله اهلي طرابلس الليبي بمبلغ. بس كفاية، بس كفاية. طيب مبدئيا يا أستاذ خالد، احنا كمشجعين أهلاوية عارفين يا سيدي انك انت هتيجي آخر الأسبوع وتنزل بوست هتاخد الفيديو ده سكرين عشان احنا هندخل نعمل رياكت ونشتمك ونينينين والحاجات دي. فانت بكل احترام من غير ما تعرف احنا اصلا قلنا ايه ولا هتبص في الكومنتات، او انت عادي انت بتحب الشتيمه كده كده عادي، يعني من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك فانت بتحب الشتيمه. بس انا هقول لك على الخلاصه. انت هتيجي في اخر الاسبوع بكل شياكه تاخد سكرين وتقول الحمد لله ترند رقم 1 مليون مشاهده، 500,000 مشاهده، مش عارف ايه، عشان تبان انك انت بقى ايه بوم طخ ومش عارف ايه. احنا هرشناك، احنا كجمهور اهلاويه هرشناك، عارفينك انت بتفكر فيه. بس دي مش مشكله. بس الاهم من ده، بس يا استاذ خالد الاهم من ده والافضل من ده، انا كمشجع اهلاوي او مسؤول اهلاوي او حتى عضو اهلاوي، انا هستفاد ايه لما افضل اقنعك ان انا نادي قيم ومبادئ؟ دي حاجة تخص النادي واساسيات النادي وثوابت النادي، ومتخصش اي حد بالمناسبة، يعني دي تخص كل من هو منتمي للاهلي. انت مال اللي خلفوك؟ انا عايز افهم، هل دي حاجة تخصك؟ هل انا هفضل هقنعك ليه اصلا؟ انت مين؟ يعني انا كنادي اهلي متأسس من 1907 سنة، النهاردة 2025، كل الأعضاء المشتركين على مر 119 سنة دول عارفين إن أنا نادي عندي قيم ومبادئ وثوابت. تيجي انت تقول لي مش عارف ادي 10 نماذج وما اقنعكش بقيم ومبادئ؟ ما ان شاء الله عن اللي خلفوك ما اقتنعت. انت مين اصلا عشان تقتنع؟ مين انت اصلا؟ مش فاهم انا. طب يا سيدي لما انت ذكرت ال10 امثله دول، ما ذكرتش ليه عصام الحضري اللي اتأسف واعتذر مليون مره وما رجعش؟ ما ذكرتش ليه واقعة رمضان صبحي وما رجعش؟ ما ذكرتش ليه واقعة ابراهيم سعيد ولحد دلوقتي برضه ما رجعش، اللي انت بالمناسبه ذكرته في الفيديو وقلت انه رجع ما رجعش؟ طب ابسطها لك، طب ما ذكرتش ليه الواقعة بتاعت كابتن صالح سليم في بطولة افريقيا؟ طب ما ذكرتش ليه واقعة الاهلي مع حسام وابراهيم حسن وهم نجوم النادي الاهلي ومكسرين، بص نجوم افريقيا كلها ومكسرين الدنيا؟ باختصار انت مش مجبر ان انا اشرح لك انا قيم ومبادئ ليه،
انت ولا حاجة بالنسبة للنادي. السلام عليكم.